حضرتك هي اللي وصلتني كده الخناقه اللي معايا وانا كنت مخنوق. لا وهي معلش كانت ممكن اسال يعني سؤال؟ انا اكون مخنوقه واروح اكلم واحد تاني عادي؟ لا طبعا. طب واللي حلو ليك وحش ليه ليه؟ طب انت شايفها اثرت معاك في ايه طب عشان تعمل كده؟ لا هو مفيش اي مبرر للخيانه. لا هو قال انت السبب. لا مفيش مبرر للخيانه. هو ايه اللي بيحصل ده بس؟ معلش ممكن يا استاذ ده بس. ما هو الدكتور قرر ينيم الضيف مغناطيسيا في نص الحلقه، اعمل ايه؟ تعالي نتكلم في الموضوع ده يعني في الدكتور. طب انا ايه مشكلتي؟ انا برضو عايز افهم ايه مشكلتي. مشكلتك ما تهزرش. ممكن بقى يا دكتور تشوف لنا القصه دي؟ انا عايز اساعدك والله بس مش عارف انت انت رافض كده عايز ليه؟ تساعدني؟ انت رافض ليه طيب؟ انت كده مش عايز تساعدني. خلينا نعمل ما محاولة هي تانية مش يمكن انت الكلام بتقول يتغير. انها علاقه عابره؟ يمكن كلامي بتكلمها بس في التليفون؟ لا خايف قابلتها. الدكتور ينيمك ليه؟ قابلتها مره. اهو كل الوقت بقى ده. ما هنضغط هنلاقي مصيبه جايه. لا لو سمحتي ما تضغطيش عليه، خليه هو يطلع كل اللي جواه بالراحة علشان هي حتى ينفع تسامحه. محمد بعد اذنك عشان خاطري، بعد اذنك حط ايدك كده، والله عايز اساعدك. حط ايدك كده، اهدى خالص، اهدى خالص، ما تنفعلش. مش عارفه ما انا ينفعش. الناس اللي انتوا بتجوها لي دي الصراحه بس كابل ايه وزفتي. استاذ محمد سامعني؟ ازيك؟ متجوز بقالك قد ايه؟ يعني واحد. متجوز مراتك بقالك قد ايه؟ شيماء ولا ايه؟ هو انت في حد اسمه ايه متجوزها؟ انت كده بتحل؟ يلا. طب الجوازه دي رسمي ولا عرفي؟ شيماء ولا ايه؟ شيماء رسمي. رسمي. طب وآية؟ بعد شيماء. رسمي ولا عرفي؟ عند محامي. يعني عرفي. متجوزها بقالك قد ايه؟ بعد شيماء ب6 شهور. بعد شيماء ب6 شهور؟ لا. طب يا كفايه. خلاص بقى انا معلش انا مش قادر اساعدك اكتر من كده. هو ايه قصه التعدد بقى اللي عندكم دي بقى يا دكتور؟ معلش ايه قصه التعدد بقى اللي عند الرجاله دي؟ معلش. لا بصي، هو طالما قال دخل في جواز فانا ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه. هو الراجل ما يعني هنقول يتجوز. ده عرفي. هو مشكلته كلها انه ما بلغهاش بس. ده يعني دي المشكله اللي انا شايفها. سألت ليه؟ انا لما كان هتطلق الصراحه. مين لا اللي هو- اختار؟ لا ليه ايه اللي بيتجوز علينا ده ب6 شهور؟ 6 شهور؟ مين حضرتك؟ امال لو قعدت معاها 7 سنين هعمل ايه؟ ايه خليك حقاني معلش. بيتكلموا على لا ما ايه؟ بعد تاني؟ 6 شهور، بعد شهور تانية يعني يتجوز تاني بقى. أصل هو تالت بيحب بقى. يجرب. انا؟ تالت صح. تالت. متجوز ايه عرفي؟ ايه؟ مين اللي قال كده؟ انا اللي قلت كده. انا اللي قلت كده. مين اللي قال كده؟ انت اللي لسه قايل كده. انا قلت كده؟ محمد انت برضو مش هينفع كل مره تنكر، لان خلاص اللي اتعرف الاول خلاص هيتعرف. انكر ايه حضرتك؟ التفاصيل اللي انت قلتها. تفاصيل أنا ايه؟ كنت متخيل ان انت هتقول لي مفيش حد وآية دي اختي وطلعت، يعني حسستني ان انا ورطتك اكتر من الاول. شايلتني ذنب بصراحه، بس مش ذنبي. مش ذنبي والله، دي مشكلتك انت. مخبي ايه تاني؟ ده انا لو كنت سبتك نص ساعه كان زمان الاستوديو اتكسر علينا. هو اللي انت بتعمله ده صح حضرتك؟ انا ما عملتش هو اللي حاجة. صح ولا انت اللي مش صح؟ ايه دي طيب؟ انا مش هذا، انت ما بتتكلمش معايا اصلا. انت اصلا ما بتتكلمش معايا، بتتكلم معايا بصفتك ايه اصلا؟ ايه اللي بصفة ايه ما دي؟ تتكلمش معايا. يعني ايه يعني؟ انت ما بتتكلمش معايا. ازاي؟ هو كده. هو ايه اللي ما كده؟ تتكلمش معايا. لا اتكلم معاك. لا ما تتكلمش معايا. انت هتصدقيه؟ لا الكلام خلص معايا كده. هتصدقيهم؟ لا صدقته. صدقت الكلام اللي انت اللي قلته. ايه اللي انا قلته؟ طيب ما قلت عملتش انت حاجة. متجوز ايه من 6 شهور؟ متجوز ايه؟ عرفي عند محامي. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت اللي قايل الكلام ده. طب بص لي انا ليه؟ انا ما قلتش.
انا مش مصدقه ليفل البجاحه ده، ليفل جديد الصراحه. محمد اعتقد دينا انا خلاص المشكله اتصلحت، يا ريت بس نختم الحلقه دي. اختم ايه؟ بتاع متجوز عليها، اختم ايه؟ انا كده محتاج اختم الحلقه يا جماعه، وبعدين نبقى نكمل المشاكل كلها. جاهزين؟ خلي الناس تشوف شغلها يلا عشان نخلص. حضرتك انا عايز اختم الحلقه عشان امشي. ده لو هي اصلا رضيت تروح معاك. لا تروح معايا. لا انا مش هروح معاك. ايه اللي مش تروح معايا؟ انا مش هروح انتوا معاك. لازم تروحوا هو تحلوا كده. مشكلتكم بهدوء في البيت يا جماعه. احنا لازم تحلوا مشكلتكم بهدوء تحل في مشكلتنا البيت. ازاي وانت خربتها؟ أنا هو ما اللي خربتش خربها، حاجة. هو اللي بياخدها. أنا ما خربتش خربها حاجة. في ايه؟ ده غريب جدا. هو خربها في ايه؟ هو اللي خربها ولا انت اللي خربتها؟ هو انا اعرفك ولا عمري شفتك؟ ايوه انا عايز ايه يعني؟ انا عايزه اتطلق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو كده. خليك معايا بقى. جماعه يعني الامور ما تتحلش هو كده. ده اللي هيريحك يعني؟ ده اللي هيريحني. طب يا جماعه بعد اذنكم نختم الحلقه وبعدين يا استاذ معتز هختم الحلقه اقول لا لو ايه؟ سمحت تختمي الحلقه عشان عايزه امشي بعد اذنك. انا عندي حلقه لازم اختمها يا دينا، يا ريت نخلص وبعدين نقعد نتكلم في كل الكلام ده. انا بس يا دينا قبل ما نختم عايز بس تساليهم كل واحد فيهم سؤالين كده عن الحب والعلاقات. حب ايه بيخونها يا ماشي، هو معتز؟ عشان يقفل هو انتوا بس، عايزين عشان يبقى يقفل، فيك؟ عشان يقفل بس. مش قادر تعتذر؟ انا ما عملتش حاجه ايه غلط عشان البجاحه اعتذر. دي؟ ايه يعني انت البجاحه جالك دي؟ فرصه الاعتذار دلوقتي ومش عايز تعتذر؟ انت حضرتك انت كده انت بتعقد انا لا بالعكس، هو لو اعتذر هتسامحيه مش كده؟ لا هي لو سامحته يبقى ما عندهاش كرامه. لا ملوش علاقه. لا ليه لا علاقه. لا لا، في بيوت كتير لا ليها علاقه علشان عشان ابني ده يشفى. على فكره انت عاقله جدا بجد. انا ما عملتش حاجه غلط عشان اعتذر. هو حضرتك متجوز لا، لا، عليها لا، وايه اللي مش عامل؟ ما ينفع. بص هو ايه البجاحه دي؟ انا مش فاهمه. دي اكتر حاجه بتضايق حضرتك عماله تقولي الست. بجاحه بجاحه. ايوه بجاحه. ازاي يعني؟ محمد ليفل محمد، البجاحه عندك محمد، عالي دي قوي. اكتر حاجه يعني بتضايق يعني الست. كمان مش يعني غلطان مش عايز تعتذر؟ خد بالك لا انا مش غلطان، الاعتذار ده وحتى لو بيريح. اتجوزت انا ما عملتش حاجه غلط. لا ده موضوع تاني. لا 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 ده مش طبيعي. بس انت جالك فرصه الاعتذار. ده مش طبيعي، ده مش وهي طبيعي. عايزه تكمل علشان بيتها ما لا يتخربش. واعتذر على حاجه انا مش مقتنع بيها. ده مش طبيعي، البني ادم ده مش عايزه طبيعي. تربي ابنها وسطكوا، طب ما فانت ليه عايز ماشي يتربى، هو كده كده هيتربى. لا هي مش فارقه لك واستنى ما خالص. يعني مش فاهمه ثانيه استنى ما واحده، تجيبها يعني هي البيت مش يعني؟ فارقه لك اصلا. مين اللي جايبها البيت؟ يعني مش فاهمه استنى ما يعني مليت متجوز التانية والتالتة وتجيبها البيت ولا ايه؟ انا مش فاهمه بجد. عندك كميه بجاحه فعلا مش طبيعيه. لا مش هجيبها البيت. لا عندك مش بجاحه مش هجيبها طبيعيه بقى والله العظيم. طب خلاص عشان احنا انت عماله تتكلمي كده. جالك فرصه من ذهب لا ما تسكتش. للاعتذار، اعتذر عشان لا، تخلص مش الموضوع. اعتذر على انت ايه؟ انا ازاي ما قابله غلطتش. اصلا على نفسك وضع زي ده؟ معلش يعني بقى. ايه وضع زي ده؟ يعني ازاي قابله؟ يعني انت مستنيه اعتذر؟ يعني هو يتجوز عليك يقول لك انا اسف؟ انت ازاي لا، قابله وعلى على فكرة نفسك؟ عشان بيتي هو- بس. لا خلاص لا. يعني ده هو لا اصلا خلاص. متكبر ان هو يعتذر. هو متكبر يا وهو محمد، غلطان اصلا. دي اكتر حاجه يعني بتضايق غلطان الست. ومتكبر ان هو يعتذر. نعم. اكتر حاجه بتضايق الست هو إيه؟ عدم الاعتذار عن الخطا. لا وانا ما خطأتش. ممكن تقول لي ايه اللي دي أنا بقى أخطأت مشكله فيه؟ اكبر انك طب قول. تنكر الخطا. طب ايه الخطأ اللي انا عملته؟ عشان ما لازم بلغتهاش ليه ان لازم انت عايز تتجوز بموافقتها. تاني. لازم ما قلتلهاش ليه انا بموافقتها. عايز اتجوز تاني، وهي ساعتها تحكم. لا انا لقيت تأثيرات في حاجات انت بجح، انت بجح، انت بجح. ما تنكرش ان انت بجح. انت اصلا اللي زيك ما يستهنيش اصلا. بجد انا ماسكه نفسي بجد. يعني ايه ماسكه نفسك؟ لا انا يعني ماسكه هتقومي نفسي. تضربيني يعني ولا لا إيه؟ انا ماسكه نفسي. هتقومي تضربيني مثلا يعني طب ولا ما انا إيه؟ فاهمه اصل هي خلاص كده يعني هي كده خلصت. ما تخلص. لا نهار محمد، اسود. محمد ما تبقاش بايع كده يعني. هو انت جايبها تهزقها عندنا هنا؟ هي اللي وصلت نفسها لا لكده. لا لا هي كل لو وصلت حاجة. نفسها كده دي محترمه وعماله تقول لك عشان يعني انا قليل ابني. الادب حضرتك لا يعني؟ انا شايف ان انت قليل الادب. شايلها انت قليل الادب. انت قليل الادب. عاجبكم انتوا انت كده؟ مش شايلها اخطائك كلها يا محمد، مش شايلها اخطائك لا، كلها. انت هي ما هي دي أصل البجاحه أصل بقى. هي. دي حضرتك البجاحه ان والأستاذة يغلط مبسوطين اللي هي ويشيل بتغلط الباقي. فيا. لا بالعكس، انا اصلا كنت هصلح المشكله بس صلح انت ايه؟ بعد اللي- ما خربتها؟ انا ما خربتش هو حاجة. اللي ما هو اللي خرجش حاجه بيخون؟ اصلا. هو اللي متجوز؟ حاجه ما غريبه خربتش حاجة يا جدا. محمد. انا جيت بقول لك هتعتذر ايه لك. المنطق ده؟ فين المنطق اللي انت بتتكلم بيه اصلا؟ انت جايبه تهزقها هنا لا انا ما هزقتهاش، انا اللي بتهزق كده. عشان انت غلطان؟ لا وانا مش غلطان. لا غلطان، حضرتك مش غلطان. بتخونها ومتجوز لا عليها. مش بخونها، انا متجوز مش بخونها. انت واتجوزت بجح. صدفه يعني؟ ما انت اتجوزت خطيبتك القديمه. ده حاجه غريبه جدا. يعني لو كانتش خطيبتي القديمه كانت هيبقى عادي. لا بس انت معنى كده ان انت فضلت معاهم هما الاثنين في نفس الوقت. دي اسمها خيانه. دي اسمها بجاحه مش خيانه. لا دي اسمها هو بجاحه. خداع اكتر من خيانه برضو عشان نبقى يعني واضحين دي اكتر. مش- هو مش خدعها خيانة. وهي بقى عارفه ان انت متجوز شيماء؟ اكيد. بصي الزوجه الثانيه ما بيبقاش عندها مشكله في الموضوع دوت يعني. هي معاك. بتبقى عارفه انه متجوز.
بس هي بتبقى مقرره خلاص، هو كان هدف بالنسبه لها وحققته. المشكله في الاولى هي ما هي اللي بتبقى البجاحه مش الضحيه. من طرف واحد، ما هما البجحين بياخدوا بعض. البجاحه بتبقى من الطرفين. انا مش بجح، انت اللي قصرتي. ما هو مش كل واحد اتاثر مع جوزها يروح يتجوز عليها. لا، ما انت ما قصرتيش مره واثنين وثلاثه، قلت لك كذا مره انت اسلوبك واللي انت مش بتعمليه عايزه ده. اتكلم بجد بالبجاحه بتاعتك دي، مش عايزه اتكلم عشان انت مستاهلش ان انا اصلا اقعد اتكلم معاك بجد. والله انت ست محترمه. ماشي لا هو هي ست محترمه. ايه مش عاجبك كلامي؟ انا بقول لك هي ست محترمه. طب ماشي، هو يعني انا مش محترم حضرتك؟ لا مش محترم. عايز تسمعها؟ انت مش محترم. انت لو راجل محترم اصلا، في راجل محترم يعمل انت بتعمله ده؟ ده انت ابنك عنده شهر. انا مش فاهمه ايه اللي انت بتعمله ده. انت ربنا مديك نعمه مش عند حد، انت اصلا ما تستاهلهاش. بجاحه، ما شفتش بجاحه اكتر من كده. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه. اتفضل. احنا في برنامج ما تهزرش، وانت معمول فيكي مقلب، واحنا متفقين مع محمد أيوة. نعمل فيكي مقلب. برافو يا محمد. لا ما هو ده مش اسلوب، يعني ده مش اسلوب بجد.